حذرتكم اكتر من مره ما تاخدوش اوردرات مستعجله لان بيحصل من وراها كوارث. وعايزه اقول لكم ان لو حصل فيها اي حاجه العميل مش بيشوف ان هو زنقك في الوقت، لا العميل بيشوف ان انت اللي مقصره معاه. لا وبيشوف كمان ان الغلط جاي من عندك انت، ما بيشوفش ان هو زنقك وحطك في ضغط ومجهود سريع علشان تطلعي له الاوردر بتاعه في اسرع وقت. انا عايزاكم كده كلكم تدخلوا في التعليقات كل واحدة فيكم تقول لي ايه الموقف اللي اتعرضت له لما خدت اوردر مستعجل، عشان كلنا نتعلم من بعض. انا ممكن اتعلم منكم عادي جدا على فكرة، لاني انا بتعلم من اخطائي. ممكن اخطائي اتعلم غيري، وفي نفس الوقت ممكن اخطاء غيري تعلمني. مفيش مشكلة ان احنا نتعلم من بعض. فهستناكم كل واحدة شغالة في المجال بتاع الكيك والتورت تدخل تقول لي ايه اللي حصل معاها في اوردر خرجته مستعجل وحصل معاها كارثة زي اللي انا بقول عليها كده. مش شرط يا جماعة أكون بتكلم عن الأوردر اللي أنا شغالة عليه، ممكن أكون بتكلم في نقطة وافتكرتها وأنا بمنتج في الفيديو. المهم زي ما انتم شايفين برضو أنا اللي فكرني بحاجة زي كده إن الجناش اللي أنا اشتغلت عليه ما سبتوش يريح عندي في التلاجة، اشتغلت على طول على الكيك. فده برضو اللي لفت نظري عشان الاستعجال أحيانا بيكون مش حلو. فعشان كده قلت لكم أي أوردر مستعجل حاول إن انت تبقي واخدة راحتك فيه، حاول إن انت تبقي مظبطة نفسك ومأمنة نفسك فيه جدا، وتبقي معرفة إن العميلة إن انت كده هتظلميني ومش هتعرفي تحكمي عليا صح يعني، ولا الكيك هيكون مخدوم لاني انا ما حشيتش الكيك وقعدته عندي في التلاجة او في التبريد مثلا كذا ساعة. برضو نفس الفكرة، برضو الفينش انت شغالة عليه سريع، فكل حاجة ما بتديها وقتها بتكون افضل بكتير. طيب زي ما انتم شايفين كده الكيكة اللي معايا دي مقاس 16، اشتغلت عليها جناش، وزي ما انتم شايفين انا ما ريحتوش، حطيت الجناش واستخدمت على طول عليه عجينة السكر. وعايزة اقول لكم بقى بالنسبة لعجينة السكر السوداء، كتير قوي هتلاحظوا ان عجينة السكر السوداء او الحمرا بتكون اطرى عن العجينة البيضاء. هتقولي لي ليه؟ لان هي متضاف لها اصلا نسبة لون كتير عشان نوصل او يوصلوا للدرجة دي. لو انت جايباها جاهزة برضو هتلاقيها طرية وفيها نفس المشكلة دي. عفوا. تقدري في الحالة ديت تضيفي لها كمية من النشا وانتي بتفردي فيها او بتعجني فيها. انا ما بقولش سي ام سي، انا بقولك تفرديها بنشا. النشا هتخليها تشمع معاكي كويس وتوصل للدرجة اللي انتي محتاجاها. لكن هو عامة اصلا عجينة السكر كل ما بتكون اغمق كل ما بتكون اطرى بسبب نسبة الالوان اللي محطوطة فيها. عايزه اقول لكم كمان ان بواقي عجينه السكر مثلا اللي بتفيض منك تقدري ان انت تلميها كلها على بعض وتعمليها كلها لون اسود، هتقبل معاكي اللون وهتكون حلوه جدا. بالنسبه بقى للشرايط والالوان ديت، ده الوان داست، الوان مصرحه بيها من وزاره الصحه، ملوش علاقه بالجليتر اللي بتباع في المكاتب. عشان انا اتسالت من عميله عندي كانت واخده مني اوردر وكانت حابه تحط عليه جليتر زي اللي هي بتشوفه عندي في الشغل وكده او عندي على البيج، فهي نسيت مثلا تقولي على ان انا احط لها جليتر او ان هي تسألني عليه. فلقيتها فجأة بتكلمني وبتقولي هو انا ينفع احط العلبة ديت؟ انا جايباها من المكتبة. قلت لها لا طبعا دي حاجة غير صحية بالمرة، فاكيد هيجي منها جزء كبير على الكيك، فما ينفعش اصلا ان انت حاجة زي كده تستخدميها. فلازم تبقوا واخدين بالكم ان اي حاجة بنستخدمها للكيك تكون قابلة للاكل. ما ينفعش اجيب حاجة من المكتبة واحطها على الكيك. وبعد كده المجسمات دي زي ما انتم شايفينها كل ما بتدي وقت للمجسم كل ما بيكون احسن معاكي. طيب انا ما عنديش وقت فهضطر ان انا احط له سي ام سي. عامه سي ام سي بينشف معايا المجسمات وبيخليها ثابته. في ناس بتاكلها في ناس ما بتاكلهاش لان هي ناشفه جدا بتبقى زي الحجر، فما افتكرش ان في حد بياكل اصلا مجسم احنا عاملينه بسي ام سي. ده عايزه اقول لكم ان هو بيتاخد كده وبيتشال وبيتحط ذكرى عندهم في المكان، سواء بقى دبدوب او ادوات جيم زي ما انتم شايفينها، لان هي بتكون ناشفه متحجره محدش هياكلها. وعايزه اقول لكم ان عجينه السكر برضو كل ما بتكون غامقه كل ما بتكون متعبه، زيها زي الكريمه بالظبط. كل ما احنا بنبقى عايزين نوصل لدرجه غامقه كل ما احنا برضو بنعمل فيها مجهود وبنبذل فيها مجهود عشان نحصل على اللون الدرجه ده. لكن بقى الفكره هنا في ايه؟ في الالوان، في كميه الالوان اللي بتطبع في ايدينا واحنا شغالين. عايزه اقول لكم ان احنا حتى بنبقى لابسين الجواند بنغير كذا واحد عشان درجه اللون اصلا احنا بنبقى مش واخدين بالنا، لان الجواند لونه اسود ببقى مش واخده بالي اني مطبع معايا قوي او مثلا للدرجه
لدرجة ان هو هيطبع في ايدي، ومع ذلك بضطر ان انا اقلع الجمود زي ما انتم شايفين كده، وكل شويه اغسل ايدي لان انا شغاله مثلا في دست ومش عايزه اللون، شايف زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، مش عايزه اللون يطبع في قلب الدست او يطبع في قلب الشريط اللي انا عاملاه. لكن لو سالتوني انا اي حاجه فاتحه بحبها، يعني انا لو هشتغل على عجينه سكر فاتحه زي الابيض او البينك او البيبي البلو، الالوان دي كلها كل ما يكون الالوان فاتحه كل ما انا حابه اشتغل فيها اكتر. بالنسبة للمجسم بتاع الرجل دوت، دي صورة كانت موجودة عندي، فعشان الصورة دي مش كل مرة اروح اطبعها، لا انا دلوقتي شغالة على اوردر عجينة سكر، فالافضل ان انا فردت عجينة سكر بالسي ام سي، وحطيت عليها الصورة وقطعتها كده بالقطر زي ما انتم شايفين ان احنا بيبقى عندنا القطر اللي هو بتاع استخدامات عجينة السكر، بتكون حاجات بسيطة صغيرة كده تقدري ان انت توصلي بيها الاماكن. فانا حبيت ان هو يكون من عجينة السكر عشان التورته كلها تكون عجينة سكر ما فيهاش اي طوبة ورقي، فكانت جميلة جدا. وعايزة اقول لكم اني برضو في نفس الوقت هقدر ان انا استخدم الصورة ديت في اي اوردر ليه علاقة بالجيم تاني. وكمان المفاجأة بقى اللي هقولها لكم ان الصورة دي كانت بنت وكان ليها شعر، فانا طبعا بقى عشان هستخدمه الولد فطبعا شلت الجزء خالص بتاع الشعر واستخدمته كده، وشكلها طلع معايا مجسم ولد ولا فيها اي مشكلة ولا اصلا حد لاحظ الموضوع ده. عايزة اقول لكم ان العميلة بعتت لي ريفيو بتاعها وكانت مبسوطة جدا بيه. لكن عايزة اقول لكم ان الكيك كل ما بيتشال في الفريزر كل ما بيبقى الكيك احلى ولفلفي اكتر، وكل ما بيكون الطعم متجانس. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبكم فيديو النهارده هستنى منكم رايكم تحت في التعليقات، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.